السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا وحبايبنا طلاب الصف الثالث الإعدادي. معاك مستر محمود. إن شاء الله النهاردة يا شباب هنحل صفحة أول درس عندك، صفحة كام؟ صفحة 18 و19 في كتاب المعاصر. اللي ما اتفرجش على فيديو شرح الكلمات، قراءة الكلمات وشرح القاعدة وحل على القاعدة كمان في حوالي 17 دقيقة، يرجع يتفرج عليها الأول وبعدين يجي هنا يحل معايا الأسئلة دي. ماشي يا شباب؟ أول سؤال بيقول لك إيه؟ we should، يجب علينا إيه؟ people who have made our life better. يجب علينا إيه؟ الناس اللي خلت حياتنا تبقى أفضل. فإحنا يجب علينا إيه؟ نكرم الناس دي. فنكرم يعني إيه؟ honor. ماشي يا دكتور؟ السؤال رقم 2 بيقول لك ايه؟ many young athletes train hard so they can not in national sports event. بيقول لك العديد من الشباب الرياضيين بيتدربوا ايه؟ بجدية علشان ايه بقى؟ ينافس يعني ايه يا مستر؟ يعني compete. السؤال رقم 3 بيقول لك ايه؟ our football team became the national A after winning the final. عايز اقول لك ان الفريق بتاعنا فاز ب البطولة الوطنية. فيبقى الإجابة إيه؟ national champion. تمام يا دكتور؟ السؤال رقم 4 the students looked at their teacher with great A for his great leadership. عايز أقول لك إيه؟ إن الطلاب نظروا إلى المدرس بتاعهم بإيه بقى؟ بإعجاب شديد. فتبقى الإجابة admiration. السؤال رقم 5 بيقول لك ايه بقى؟ good not means playing fair and respecting other in competition. ديت ايه بقى؟ بيقول لك ايه؟ ان الروح الرياضيه الكويسه معناه ان انت ايه؟ بتلعب ايه؟ بتلعب بعدل وبتحترم الناس التانية. فتبقى الاجابه good ايه؟ good sportsmanship. تمام يا دكتور؟ السؤال اللي بعد كده السؤال رقم 6 بيقول لك ايه؟ A knot is a cart pulled by horses. عبارة عن عربية بيتم سحبها بواسطة الحصنة. فدي كانت اسمها ايه يا دكاترة؟ الناس اللي ذاكرت وحافظت الكلمات عارفة اللي هي ايه. فين القلم؟ مش عايز يفتح ليه؟ مش القلم تحت اهو. تبقى الإجابة ايه؟ chariot. تمام، رقم سي. السؤال رقم 7 بيقول لك ايه؟ he competed with honor and refused to take advantage. The phrase take advantage here means، هنا بيقول لك ايه؟ اللي هو كان بينافس بشرف ورفض اللي هو ايه؟ يستغل بقى. take advantage دي يا شباب معناها يستغل او اللي هو يستفيد منه. فهنا معناها ايه بقى؟ معناها benefit ايه؟ benefit from. السؤال رقم 8 بيقول لك ايه؟ he had the chance to attack his rival weak point. The phrase weak point is similar in meaning to. كلمة weak point ديت معناها ضعيف أو نقطة ضعيفة. فتبقى الإجابة إيه؟ weakness. السؤال رقم 9 رشوان proved that honesty. رشوان ده أثبت إن الأمانة and respect والاحترام can make someone أو an champion، اللي هو إيه؟ تخليه بطل حقيقي بقى. بطل حقيقي يعني إيه؟ real champion. ماشي يا دكاترة؟ نكمل يا دكاترة، نخش على السؤال رقم 10 بيقول لك ايه؟ سبورتس كان نقط كوميونيتي توجذر. عايز اقول لك ان الرياضة ديت تمام ايه؟ يمكنها اللي هي ايه؟ تجمع المجتمعات مع بعضها. فتجمع يعني ايه بقى؟ برينج. عندنا ايه التعبير ده؟ برينج كوميونيتي توجذر، اللي هي ايه؟ بتجمع الرياضيات او المجتمعات مع بعض. ماشي. السؤال رقم 11 بيقول لك ايه؟ both the young and the old can part in game and activity. عندنا كلمة part in بيجي قبلها ايه؟ بيجي قبلها كلمة take ومعناها ايه؟ يشارك. take part in معناها ايه؟ يشارك. السؤال رقم 12 the word ancient. كلمة ancient ديت يا دكاترة معناها ايه؟ very ايه؟ very old، معناها قديم جدا. السؤال رقم 13 ده خدناه في الترم الأول، مضاد كلمة strength قوي. فتبقى الإجابة إيه؟ weakness ضعف. السؤال بقى رقم 14 يا دكاترة بيقول لك إيه؟ when we add the suffix a to compete it become a noun. فتبقى الإجابة إيه؟ competition. نضيفلها إيه؟ TION في الآخر. السؤال رقم 15 means treating other honestly in game. معناه ان انت بتعامل الناس بامانه في الالعاب. فتبقى الاجابه ايه؟ fair play، اللي هو اللعب العادل اللي ما فيش فيه غش. السؤال رقم 16 بيقول لك
the player اللاعب couldn't finish the game because he was اللاعب ده ما قدرش يخلص المباراة علشان هو كان بقى عشان كان مصاب، فتبقى الإجابة injured. السؤال رقم 17 they were the نقط of the race they won the gold medal. عايز اقول لك هو كان هو كان البطل، فتبقى الاجابه champion، تبقى الاجابه champion. ماشي يا دكاتره. السؤال اللي بعده اللي هو رقم 18 بيقول لك my father always inspire me to do better. This means that he me واحد بيلهمك، فمعنى كده اللي هو بيشجعك، يشجع يعني encourages. تمام. السؤال رقم 19 بيقول لك he was happy when he reached his goals. The word reached has the same meaning as reach يا شباب، معناه اللي هو وصل للهدف بتاعه، فمعنى كده اللي هو حقق الهدف بتاعه، فتبقى الإجابة achieved. السؤال رقم 20 بيقول لك you should a new sport to stay fit. عايز اقول لك يجب عليك اللي انت تمارس يعني بقى practice a new sport، اللي انت تمارس الرياضات الجديدة علشان يبقى جسمك لائق بدنيا. السؤال رقم 21 they played the match well and a medal. هو لعب الماتش كويس وفاز بالميدالية، فتبقى الإجابة won a medal يعني فاز بالميدالية. السؤال رقم 22 نخش على بقى السينونيم والانتونيم، المرادفات والمضاد. وديت يا شباب مهمة جدا جدا عندك على فكرة، وبتيجي في الامتحانات. ماشي. فبيقول لك the word respect. كلمة respect معناها يحترم. تمام. ليها نفس معنى لها نفس معنى كلمة honor. تمام. نخش على اللي بعد كده. السؤال رقم 23 the suffix ship في كلمة friendship، فديت يا شباب بتحول الكلمة لناون، فتبقى الإجابة ناون. يبقى أعرف كده إن كلمة شيب لما تيجي مع كلمة فريند بتحول كلمة فريند لناون، فتبقى friendship. السؤال بقى رقم 24 بيقول لك the words admiration and appreciation are admiration معناها معناها اللي هو بيقدر. تمام. و appreciation برضو معناها تقدير أو إعجاب. admiration معناها إعجاب، و appreciation معناها برضو إعجاب أو تقدير، فالاتنين مرادفات. مرادف يعني مستر يعني synonyms. السؤال رقم 25 طبعا يا شباب كلمة RE أخدناها كتير قوي، معناها again اللي هو بيعيد حاجة، اللي هو زي مثلا restart يعيد بدء، reread يعيد قراءة، rewrite يعيد كتابة، وهكذا. وكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حل الدرس الأول، وإن شاء الله هننزل لكم فيديوهين في الأسبوع، ولو تابعتونا إن شاء الله أضمن لكم الدرجة النهائية إن شاء الله. تمام يا دكاترة. وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.